هو ابني. طيب تجربتي مع النادي الاهلي كان من الممكن ان تكون هي الافضل خلال مسيرتي الكرويه، ولكن فعلا كانت تجربتي لان كانت تكمله لمشواري، وكنت اتمنى ان انا انجح فيه بشكل فني افضل، لان الحقيقه المشكله الاساسيه اللي قابلتني ان انا كنت بعيد عن المنتخب في 2006، يعني كانت سبب في بعد عن المنتخب في 2006. هي دي كانت الاصعب بالنسبه لي، انما يعني عدم المصارحه والشفافيه هي كانت المشكله الاساسيه من الجهاز الفني وقتها، كان مانويل جوزيه واحمد ناجي. اعتقد كان في مشاكل كتيره جدا من ناحيتي من غير ما اعرف، ومن غير ماليش ذنب فيها. انت في الاخر نادم عليها. طبعا المستوى الفني طبعا، يعني ابصم لك بالعشره طبعا، لان ما فيش لاعب كوره كابتن يوافق، وخاصه لما اكون اوصل لنهايه مشواري، لان انا ما كانش عندي 20 سنه، انا كنت 34 سنه، يعني انا رايح عشان اكمل مشواري، مش شرط ان انا اختم حياتي في النادي الاهلي، بس اكمل مشواري. انما كانت صعبه جدا. انت اعتزلت بعد النادي الاهلي؟ خلاص 6 شهور في امبي، ده ولا حاجه يعني. كان من الممكن ان استمر في الملاعب على الاقل حتى سن 40 سنه، ولكن اعتقد ان بعدي عن المنتخب وتجربه الاهلي كلاعب هي اللي اثرت. انا كنت بتمنى ان انا اوصل لغايه بس 36 يعني العب بطوله افريقيا في 2006. حاسس انه بطوله 2006 كانت من حقك؟ طبعا، لان انا الحارس رقم 1 في المنتخب في اخر مباراه في تصفيات كاس العالم، او المباراه اللي قبل الاخيره في تصفيات كاس العالم مع كوت ديفوار، وماشي في الطريق، وبالعكس وعامل موسم كويس جدا مع النادي المصري. فبطبيعه الحال ان انا كنت لازم اكون موجود في الناس اكرموك في النادي المصري؟ في النادي المصري جدا، يعني جداً. من الايام اللي قضيتها ايام جميله الحقيقه، مع مجلس الاداره، مع الحاج سيد، ومع الجمهور، ومع الشعب بورسعيد. يعني ده يخليني اسال